هذا مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله مساكم بكل خير واهلا بكم وحلقه جديده وبرنامج من الحياه. برنامج من الحياه برنامج بيناقش المشاكل الاسريه وقضايا الاسره من داخل محكمه الاسره المصريه، حفاظا عن الكيان الاسري وحمايه الابناء من الضياع والتشرد. بدايه قبل ما نبدا حلقه الليله بنحب نهني الاستاذ ضاد وزوجته مدام هي، اللي احنا عرضنا الحلقه بتاعتهم قبل كده، اللي كانت رافعه قضيه ضد جوزها بسبب القيم والمبادئ والاخلاق والعادات والتقاليد اللي احنا نشأنا وتربينا عليها داخل المجتمع المصري. الحمد لله والشكر لله المدام اتنزلت عن القضايا وقدرنا نوفق بينهم بفضل من الله، طبعا ان احنا وفقنا بينهم ورجعوا لبعضيهم، والبنتين في حضن ابوهم وامهم دلوقتي، وده شيء قمه من السعاده وانجاز كبير احنا حققناه بين الطرفين. وان شاء الله البنت بقى تمشي من غير مكياج وتلتزم وتتبه لدروسها ولدراستها. نتمنى لهم حياه سعيده وبالتوفيق ان شاء الله. بخصوص حلقه الليله بقى، ده تكمله للحلقه اللي فاتت زي ما قلنا. الزوجه اللي رفعت قضيه خلع وتبديد ونفقه على جوزها بعد ما اقسم عليها يمين انها لو خانته باي شكل من الاشكال، سواء بالتليفون او بالشات او بالمقابله او باي شكل من الاشكال، الخيانه دي تعتبر طالق. طبعا احنا اتصلنا بدار الفتوى وعرضنا عليهم اسئله كتيره بناء على كلام الزوج اللي قاله، وللمره الثانيه احنا بنقول للزوجه ليكي حق الرد. يا جماعه باختصار، ان الزوج كان اقسم يمين على مراته بالطلاق لو خانته باي شكل من الاشكال، وقطعت صله رحم بينه وبين الاولاد، وزرعت العقوق جوه الاولاد لدرجه ان هم كانوا بيشتموا ابوهم. فاحنا كان لنا سؤال مهم قوي. هم دلوقتي مخلفين 5 اولاد، 3 بنات و2 صبيان. طب هو اقسم اليمين في يوم من الايام، الفتره بقى اللي هو اقسم فيها اليمين وخانته لحد ما اكتشف خيانتها، الفتره دي دار الافتاء قالت ان الوزر عليها هي، الوزر على الزوجه، الاولاد للفراش، والوزر على الزوجه، والزوج لما عرف بعد عن الزوجه. طيب هو بعد عن الزوجه، الزوجه زعلت. ازاي يبعد عنها؟ هو المفروض دايما يشوفها ملاك، عايزاه يشوفها دايما صح حتى لو اخطأت، وهي فعلا بالفعل اخطأت. ان الراجل اقسم يمين الطلاق وهي وقعت يمين الطلاق من وراه وكررت الاخطاء بتاعتها كتير قوي قوي قوي. يعني واحد لو قال لمراته لو رحت عند والدك تكوني طالق، لو راحت من وراه كده وقعت طلاق. لكن لو رجعت بيتها وكان في معاشره ما بينهم كده الطلقه وقع عليها هي، لكن على الزوج لا، بس هو ردها لان هي زوجته. لكن دار الافتاء قالت لو الموضوع ده اتكرر اكتر من مره وبدون علم الزوج، كل مره هتتحسب طلقه، وبعد الثالثه تبقى طالق. لازم يكون فيه محلل. ده بالنسبه لليمين اللي اقسمه الزوج على زوجته، وهي اخطأت في حقه كتير جدا واكتر من مره. كان يفكرها باليمين ويتكلم معاه في باليمين وهي كانت توقع اليمين. طبعا الوزر عليها هي، والمفروض كانت انفصلت من اول ما حست ان فيه يمين وقعته وانها مطلقه. كانت المفروض تنفصل عنه، مش السنه لما هو يكتشف الحقيقه وهو اللي ينفصل عنها. ده اول اجابه من دار الافتاء على السؤال الاولاني اللي هو يمين الطلاق. تاني حاجه، بالنسبه انها تبعد الاولاد عنه وتبعده عن الاولاد وتذم فيه وتغير نفسيه الاولاد من ناحيه ابوهم، وتقول بقى حكايات وروايات للاولاد عن الاب بالباطل بالكذب، وده ضلال. ده ضلال. طب انت بتقطعي صله رحم ليه؟ هو مش عاوز يرجعك زي هو ما قال. وانا في اول حلقه قلت
الزوجة اللي تخون، الزوجة اللي بيبقى ماشيها غلط، دي لا تستحق الحياة. لأن الزوجة النهاردة لما تبقى أم مش منتظرة النصيحة، لا ده هي المفروض تدي النصيحة. واحنا عرفنا ان الزوج ما كانش مقصر معاكي وانت اعترفت باللي هو كان عامله، لكن مش معنى ان يحصل دروب في حياته والناحية المادية عنده تقل تخونيه وتحاول الانفصال والارتباط بواحد تاني وانت على ذمته. دي حاجات يا جماعة يعني غريبة على المجتمع بتاعنا، وغريبة على اللي احنا اتربينا عليه، وغريبة عن الديانة. اي ديانة تسمح بكده؟ مش هنلاقي ديانة تسمح بالكلام ده. طيب ده كان تاني سؤال. انت قطع صلة الرحم وانك تزرعي العقوق في ابنائك. اولا الابن العاق للوالدين ده لازم يشوف عقابه في الدنيا وفي الاخره. ولن يدخل الجنه قاطع صله رحم. ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ودي تعليمات الدين الاسلامي بتاعنا. لن يدخل الجنه قاطع صله رحم. انت بقى قطعت صله الرحم بين الزوج واهله، قطعت صله الرحم بين الزوج واولاده، وبين الاولاد، يعني حرمتيهم من بعض. ازاي جالك قلب؟ ما كتير جدا جدا اسر منفصله والاولاد بينهم بكل رضا نفس عايشين ومش حاسين ان ابوهم وامهم اتطلقوا. ليه؟ لان في تفاهم. اتقطع النصيب، اتقطع النصيب. انت وجوزك خلاص مفيش حياه بينكم، لكن في اولاد هم اللي مستمرين. المفروض الاولاد دول حفاظا عليهم، على الاقل على الحاله النفسيه نحافظ عليهم، ويتكلموا مع الاب ويتكلموا مع الام ويتبادلوا الاراء. وكتير جدا من الازواج المنفصلين بيتقابلوا وبيتكلموا وبيتناقشوا في قضايا اولادهم وفي مستقبل اولادهم. لكن الاب او الام اللي يقطع صله الرحم ويحرم الاولاد من الاب او من الام، ده يعني مش هيدخل الجنه. قاطع صله رحم، والصغير والكبير عارف الكلام ده. ده بالنسبه لقطع صله الرحم. ده السؤال الثاني اللي كان في الحلقه. طيب الزوجه دي يا جماعه قبل ما ترفع القضايا كانت بتتخطب لواحد تاني وهي على ذمه جوزها. اتقدم لها عريس وهي اللي جايباه، هي اللي لكن الاولاد البنات رفضوا، والصبيان صغيرين. البنات رفضوا ان امهم تتجوز. طب ازاي انت تسمح لنفسك بكده؟ يعني انت على ذمه واحد تروح تتخطبي وتجيب عريس تعرفيه بالبنات؟ ولا عشان البنات مثلا حنينين وحاطه في دماغك بقى انه خلاص انت كرهتيهم في ابوهم وخليتيهم يشتموا باباهم ان هم هيوافقوا؟ لا، ده انت ضغطت عليهم نفسيا، ده انت بتدمريهم نفسيا وبتحطميهم. بدل ما ترجعي للطريق الصح وتعترفي بالخطأ، الكبرياء ياخدك وترغمي الاولاد على ان هم يغلطوا في ابوهم وتكرهيهم فيه بالباطل وفي عمامهم وفي جدهم وفي جدتهم. كل ده ليه؟ عشان الاولاد يتغيروا من ناحيه ابوهم. اديك غيرتيهم، استفدت ايه؟ جوزك عايش متضايق ان ما بيشوفش اولاده وانه اتحرم من اولاده، وانت اللي حرمتيهم طبعا، لان ده الحرمان ده جه بفعل فاعل. وصل بيك الامر انك ضغطت على الاولاد واقنعتيهم ان هم يغلطوا فيه. طب ليه؟ ايه اللي شافوه وحش من باباهم في المعامله معاهم علشان يغلطوا فيه؟ اتاكدنا ان مفيش اسباب. كل اللي احنا اتاكدنا منه وعرفناه كويس جدا انك انت السبب. مش عايزه الاولاد، لو البنات ولا الصبيان، يقولوا عايزين بابا. بالاضافه انك قلت للولد الصغير ان والدك متوفي لما سال عليه. ايه الجرح ده؟ تقولي للولد وتقنعيه الطفل ال4 سنين ولا 5 سنين ان باباك مات وعند ربنا. ده ايه الجبروت بتاعك ده يا مدام؟ والله يعني انا مش لاقي كلمه اوصفك بيها. يعني الراجل بيتكلم معانا الكلام طالع من جواه، طالع من جوه نار، بركان جواه. حرمان، عقوق، عيشه خيانه وحرام.
ايه اللي انت بتستفيديه؟ استفدت ايه؟ الدنيا زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت، الدنيا قصيره. يا عالم، يا عالم، وكلنا هنقابل ربنا. النهارده انا، انت بكره، هو بعده، الله اعلم. الله اعلم. لكن يعني انت هتنتظري عقاب ربنا في الدنيا وفي الاخره. قطع صله رحم، عقوق، خيانه، عشرت جوزك سنين في الحرام. ده دار الافتاء اللي قالت، مش انا اللي بقول، انا بنقل الصوره. طالما اقسم عليك يمين وقعتيه من غير هو ما يعرف اكتر من مره، ويكتشف الكلام ده بعدين. وبعدين ده قال لي نقطه مهمه قوي، يعني اكتشف على رساله واتس عندك رساله وحشه، ولما سالك قلت له ده واحده صاحبتي. انا طبعا مش هقول محتوى الرساله لان مفيش واحده تقول لواحده الكلام ده. ده كلام واحد لواحده، شاب، واحد بيحب واحده عايز يتعرف عليها، يقول الكلام اللي هو اتقال في الرساله. لكن احنا الجمل دي والالفاظ دي في البرنامج بتاعي انا بالذات مش هيتقال. البرامج كتير بتتكلم في حاجات زي كده واكتر من كده واخطر من كده، لكن عندي انا مش هقول الالفاظ دي. دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا مدام. انت قلت للمحامي هحلف اليمين ان هو لا جاب شبكه ولا دفع مهر. ده يمين غموس، وطبعا اليمين الغموس ده بيغمس صاحبه في النار في جهنم. انا عايزك تفكري في الحته دي كده، وهم واخدينك كده حاطينك في جهنم في النار. فكري فيها وترجعي لصوابك. الجلسه لسه معادها شويه وبتتاجل. فكري انك ما تقسميش اليمين. فكري انك تتنازلي عن القضايا اللي انت رافعاها، والفلوس اللي هو دفعها ده عادي، ده راحت لاولاده وليكي مش لحد غريب. المحامي بتاعك ابدى استعداده التام للتصالح، وجوزك عايز اولاده وهو مسامح في الشتيمه اللي انت شتمتيها فيه او خليت الاولاد يشتموا فيها. انت تتنازل عن القضايا قبل الجلسه. ليه؟ لاسباب كتيره. اول حاجه عايزك تخافي من ربنا ومن العقاب في يمين الاولاني، بس ما اعرفش بقى اذا كان الزوج هيسامح ولا لا. انت تتنازل عن القضايا، يمين الطلاق، لان الوزر عليكي. عارف يعني ايه الوزر عليكي؟ لازم يبقى لك محلل عشان تعيشي مع جوزك. يعني عيشتك مع جوزك حرام بحكم كذا. ايه هو الحكم؟ في حكم الزانيه بعد ثالث طلاق لابد من محلل، والمحلل حرام. لابد ان تنكح زوجا غيره. لا، انت استمريتي مع جوزك ومش خايفه من ربنا، ده مش هيسامحك فيها. وفعلا هو قال انا مش عاوزها ومش عاوزها تعيش معايا، لكن عاوز الاولاد بينه وبينها يبقوا كويسين للاولاد مش ليكي. انت لا انت طايقاه ولا هو طايقك ولا هو عايزك تعيش معاه. احنا بقى بنتكلم في قضايانا بتاعت الاسره دي كلها عشان الاولاد. انا بديك نصيحه، والقران هو اللي بيديها لك، والرسول هو اللي بيديها لك، والمجتمع الصح هو اللي بيقولها لك. تتنازل عن القضايا وتقدمي اعتذار لابو اولادك، وبلاش تحليف اليمين الغموس في المحكمه. حياتك مش هتبقى كلها حرام في حرام. انت ازاي تقسمي يمين او تروحي المحكمه وتقسمي يمين ان هو لا جاب شبكه ولا دفع مهر؟ انت مستهزئه باليمين ده. هو اليمين الغموس ده سهل عندك؟ انت تتنزل عن كل القضايا دي وتطلبي العفو من ربنا ومن اولادك وتعترفي لهم بالحقيقه. انت لو انسانه صح وشايفه انك انسانه صح ومسلمه وتعرفي الصح من الغلط والحلال من الحرام، وعندك الجراءه انك تتكلمي وتقولي كلمه حق، اعترفي لاولادك بالغلط وتجبري الاولاد على الاعتذار لابوهم. وتقريبا هم لما يعرفوا الحقيقه منك ويعرفوا انك غلطانه
من نفسهم هم هيعتذروا لابوهم. الانسان اللي بيعتذر عن الخطأ بتاعه ده اقوى انسان في الدنيا. عمر الانسان ده ما كان ضعيف، ده انسان محترم، ده قدوة لغيره، ان اللي يغلط يقول انا غلطت وبطلب السماح. انت اعترفت بخطأك، ليه؟ لصاحب الحق وقدام ربنا، تأكد ان ربنا مش هيسيبك. لكن الكبرياء اخدك، العظمة واخداكي على ايه؟ ايه اللي يستاهل انك تغضبي ربنا؟ ايه؟ انت استفدت ايه من علاقاتك اللي عملتيها بعيد عن جوزك؟ اقول لك استفدت ايه؟ استفدت الطلاق؟ استفدت غضب ربنا؟ استفدت غضب جوزك عليك لانه عمره ما كان هيرضى عليك، وما زلت قبل الجلسه وبقول لك انت لسه مراته، ويا عالم الجلسه ممكن يحصل فيها ايه؟ مش يمكن القاضي يرفض الخلع؟ مش يمكن محامي الزوج يقدم سبب مقنع للقاضي ويرفض الخلع؟ في قضايا خلع بتترفض، ممكن دي تكون منها. انت ايه هيكون موقفك؟ انت كده لما بتقعدي مع الاولاد وتتكلمي على ابوهم بشكل وحش بالكذب، احساسك من جواكي بيقول لك ايه؟ بيقول لك زيدي في الكذب، ولا كفايه كذب وتعترفي للاولاد بالخطأ وتعتذري لابوهم والاولاد يعتذروا لابوهم؟ ايه الافضل ليكي؟ ايه الاحسن ليكي؟ الاعتذار، الاعتذار والسماح من ربنا، والاولاد يبقوا مبسوطين بين الاب وبين الام، واتكلمي انت وجوزك خلاص، يعني الحياه بينكم هتتقطع زي ما انت عاوزه. اتكلمي انت وهو في شؤون الاولاد، مش قضايا ومحاكم. انا متاكد انك ناسيه الاولاد بنسبه 100%، وتاكد ان الاولاد دول وخاصه البنات مش هتلاقيهم ولا هتعرف تربيهم. ليه؟ لانك ما حافظتيش على العهد والميثاق اللي بينك وبين جوزك وكلام ربنا، ما خفتيش من ربنا، ما كنتيش حريصه على كلام ربنا وعن النعمه اللي اداها لك. 5 اولاد، 5، 3 بنات ولدين، يا ترى هتقدري تربيهم؟ هتكوني متفرغه للاولاد؟ هتطلعي نشء صالح ولا كاذب؟ هتطلعيهم كذابين؟ هتطلعيهم منافقين؟ ولا هتجيبيهم من الشوارع وهم بيلفوا رايحين جايين الشوارع، وده سهران وده بيشرب ودي انحرفت وماشيه مع واحد ودي سابت البيت ومشيت؟ الكلام ده ممكن يفوقك؟ هل الكلام ده ممكن يفوقك؟ اتصلنا بيكي والناس اتصلت بيكي وحسستينا ان احنا بنطلب انسانه يعني مش من البشريه اللي احنا عايشين فيها. حسستينك ان انت الزوجه او الانثى الوحيده في الدنيا، وقلت كلام ملهوش لازمه. ده احنا ممكن نفهمك، ممكن نقول لك كلام يخليك يعني تنتحري، لكن احنا ما بنقولش. احنا حاولنا نوفق حفاظا على الاولاد. انت ظلمت جوزك، ظلمت الاولاد، ظلمت الدين الاسلامي معاكي، او ما اعرفش، انا شاكك ان الدين اللي انت بتعتنقيه ده مش اسلام. فعلا انت اي ديانه واي مذهب اللي تكون وتعيش في الحرام مع جوزها، اللي تقطع صله رحم، اللي تزرع العقوق جوه اولادها عشان يغلطوا في ابوهم، وتقعدي تألفي قصص وروايات عن باباهم بالباطل علشان الاولاد يكرهوه. ايه اللي عاد عليكي؟ ايه اللي عاد عليكي؟ ولا اي حاجه. ذنوب بتشيليها من بدايه ما خنت جوزك بالمكالمات وبالشات وبالمقابلات والحاجات دي. الراجل ما حطش فيك النقطه الوحشه، هو قال بس حصل كذا ولقيت كذا، ودي موقعه اليمين. والفتوى قالت عيشتك حرام، عيشتك حرام في الفتره دي.
ايه اللي استفدتيه؟ غضب من ربنا سبحانه وتعالى. وناويه في الجلسه انك تحلفي وتقسمي يمين غموس انه لا جاب شبكه ولا دفع مهر. قانون الخلع المصري بيديك الحق انك تخلعي، وهتقسمي اليمين وهتاخدي الخلع. وبعد الخلع يا مدام، هل الاولاد بعد ما غلطوا في ابوهم هيقدروا يطلبوا حاجه منه؟ لا، مش هيطلبوا حاجه منه، لان هيخافوا بعد ما شتموه هيكلموه ازاي؟ برغم انه الراجل مسامح. يعني انا اي راجل بيصعب عليا، وفعلا الراجل ده صعبان عليا، لكن في رجاله ظالمه، رجاله دمرت الستات، رجاله خلت الستات تكره حاجه اسمها راجل وزوج. انا مش بتجنى على الستات ولا انا عدو المراه، لكن القضايا اللي بتجيني، فانا بقرا القصه وبشوف الحكايه ايه وبتعاطف مع المظلوم. بتعاطف مع المظلوم. ايه بقى اللي استفدتيه؟ ولا اي حاجه. زي ما قلنا، غضب من ربنا سبحانه وتعالى. والاولاد انا بقول لك ربنا يهديهم طبعا ويوفقهم ويبقوا احسن ناس، لكن يمين غموس هيعاد عليكي، هيبقى عليكي وعلى الاعز ما تملكين اللي هي صحتك واولادك. ولكن الاختيار، يا اما تعترفي لجوزك ولاولادك بالخطا وتصفحي وتتنازلي عن القضايا، يا اما تفضلي ماشيه في طريقك اللي هو الطريق الغلط ده اللي هيوصلك لجهنم. الاولاد اللي هيكبر باباه هياخده، بس انت بتمهدي بغلطك ده وبكره الاولاد لابوهم اللي انت زرعتيه جواهم، بتمهدي ان الاولاد يقفوا قدام القاضي يقولوا مش عايزين بابا، احنا عايزين ماما. ما انت خلاص يعني لعبتيها صح، لعبتها صح ضد الزوج. الزوج ده وحش، باباكو وحش، باباكو باباكو باباكو، العيال كره ابوهم من كلامك من الصغر كده، واخداهم عماله تتكلمي معاهم ان باباهم وحش. خلاص، والصغير خالص قلت له ان باباك مات. ايه باقي تاني تقدري تعمليه اكتر من كده؟ فانا عايزك تفوقي وترجعي لصوابك وتتنازلي عن القضايا وتعتذري. قدمنا الموضوع في حلقتين، كان بودنا الحلقه دي نقول الزوجه اتنازلت عن قضيه الخلع والقضايا اللي هي رفعها على جوزها. يمكن الحلقه اللي جايه نقول وافقت واتنازلت عن القضايا وفكرت في ربنا وكلام ربنا وخافت من ربنا، وتقول مش رايح احلف يمين باطل، يمين غموس هيسبب لي في دخول النار جهنم، واتنازل علشان خاطر الاولاد. انا بقول لك نصيحه، دول 5 اولاد وفيهم 3 بنات، مش هتعرف تربيهم لوحدك، مش هينفع تربي الاولاد لوحدك ايا كانت امكانياتك، مش هينفع. راجع نفسك وحط اولادك قدامك وخافي من ربنا شويه، حاولي تعترفي بالحقيقه لاولادك عشان ربنا يبارك لك فيهم ويكونوا نماذج كويسه نافعه للمجتمع، ما يطلعوش سيئين او يطلعوا ماشيين في طريق غلط، لا ده يشرب ولا دي تنحرف ولا دي تسيب البيت وتمشي. الربايه السليمه مفيش احسن منها. وارجو ان ربنا يكون هو اللي يسيطر على عقلك وكلام ربنا يسيطر على عقلك مش كلامنا. واحنا اسفين ان كنا في جزء من القسوه عليك النهارده، لانك انت كل القسوه من ناحيه جوزك ومن ناحيه اولادك. دي نصيحه لكل زوجه وكل زوج. العدل 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 بين الزوجين دي اهم حاجه، والاولاد يتربوا تربيه سليمه، يعرفوا يعني ايه دين، يعرفوا يعني ايه قيم، يعني ايه مبادئ، يعني ايه اخلاق، ويرضوا باللي قسم ربنا. واشوفكم على خير وتصبحوا على خير.